سلام البنات، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير، والفيديو تاعي يلقاكم في صحه وهناء. مرحبا بكم عند اختكم ميلينا. نرحبوا بالاعضاء اللي انضموا لينا جديد، نقول لكم مرحبا بكم، الدار داركم. وحبيباتي القديمات نقول لكم بكم نفرح ونزهه. اليوم جبت لكم واحده الوصفه رائعه. شوفوا هذا الطابع كامل عندنا في الدار، مسكين عنده ذا الطابع حتى نسيناه، راه قديم قديم. جبت لكم وحده الحلوى اقتصاديه وتقطع كميه ما شاء الله وبمقادير بسيطه. تبعوا معايا الفيديو للاخير قبل ما نبدا ونقولوا بسم الله والصلاه والسلام على خير خلق الله. هنايا اول حاجه هذه الحلوى حنديروها بالزيت، ما كاش فيها الزبده. هنايا درت مغرف كبيره تاع لافاني. راكم تعرفوا الزيت لازم نشوفوا نكهوه شويه. ديروا لافاني، ديروا قشور الليمون، قشور البرتقال، راه كاين لوكاتشينا. هنا عندي البيض، هنا راني جبدته من قبل بدرجه حراره الغرفه. عندي 3 حبات بيض كبار. ما راح نستعملوا لا باتور لا والو، غير بالفوي راح نخدموا هذه الحلوى تاعنا. شفتوا الطابع؟ هذا الطابع راه قديم بزاف بزاف، تقريبا كامل الجزائريين عندهم هذا الطابع، راه قديم. اليوم جينا نستعمله مره واحده اخرى. هنا عندي كاس تاع السكر، هنا ماهوش معمر يعني ناقص اصبع. قلت لكم غير بالفوي نخلط السكر مع البيض ولافاني. تحبوا تضيفوا قشور القرص ولا تاع البرتقال نتوما واش تبغوا. هنايا راح نديروا قاطو بالزيت، يعني ديروا النكهات اللي تبغوا. نخلط هكا بالفوي. الكاس نفسه اللي نعبروا به السكر راح نكملوا كامل به. هذا الكاس يرفد 220 مليمتر، مليلتر، دائما نقول مليمتر. انا نزيد الكاس تاع الزيت، قلت لكم بنفس الكاس. هذا الكاس يرفد 220 مليلتر، راه كاس كما تاع اموالي تاع الزجاج، انا برك تكسر لي، بس هذا يرفد نفس المقاس. نخلط هكا الزيت كامل حتى يختفي، يعني حتى يندمج مع البيض والسكر. قلت لكم حلوة اقتصادية ورائعة وتقطع كمية ما شاء الله وتجي طرية. قد ما تقعد هذه الحلوى راح تقعد طرية بنفس القوامة تاعها، اونديغي راهي مخدومة بالماغارين ولا بالزبدة. هنا قلت لكم بنفس الكاس راح نقيس 2 كيسان تاع الفارينة. دوك نديرها قدامكم وتشوفوا. ها هو الكاس الاول، وراح نضيف الكاس الثاني تاع الفارينة، وراح نديرو الخمارة. هنا الخمارة عندي 1.5 في هذا المقدار تاع 3 حبات تاع بيض. راح ندير 1 هاهي، وعندي علبة واحدة اخرى مفتوحة راه فيها نصف. هنا الفرن تاعي راني شعلته اقصى درجة. دائما نقولكم الكاطو تاعكم كي تجوا طيبوه شعلوا الفرن اقصى درجة، وكي تحبوا ديروا الكاطو تاعكم هبطوه ل 180 درجة، يكون الفرن تاعكم سخون وتنجح لكم الحلوى تاعكم في الطياب. نخلط انا هذه الفارينة مع الخمارة. قلت لكم باكي ونص تاع خمارة مع 2 كيسان تاع الفارينة. نخلط مليح حتى يختفي كامل ديك الفارينة تندمج، ونضيفوا المكونات الباقيه. انا مش حنخليها لكم هكا عجينه وراح نطبعوا ونقول لكم لا لا. دوك نبقاو نشفوا فيها بالمايزينا ولا بنشاء الذره. هنايا جبت نشاء الذره، نبقى نضيف حتى نجمع العجينه تاعي. هنا الكميه على حساب حبات البيض، ماشي حنا نقدر نقول لكم يعني القيس تاع المايزينا. هنا نبقى نضيف ونلم باليد حتى تنطم لنا عجينه تكون ما تكون طريه بزاف ما تكون ناشفه، يعني قيس قيس كما تاع الصابلي. نبقى عسوا روحتكم في المايزينا لانها بالخف تنشف العجينه، يعني ديروا غير بشويه وطموا. هكا نبقى نطم فيها حتى نقدر نتحصل على عجينه نكوروها هكا كرات صغيره ما تكونش تتلاصق، ما تخلوهاش طريه ومن بعد تمشي لكم في الكوشه. دوك تشوفوا القوام تاع العجينه تاعنا اللي نلحق ليه. صدقوني راهي حلوة رائعة واقتصادية، يعني ديري بهذه الكمية تاع 3 حبات بيض ديري بسينة على حساب الطابع. الا كنتي درتي هذا الطابع ولا طابع واحد اخر يكون صغير.
هاكا القوام تاعي لحقت القوام هنايا نطمها برك ونبدا نشكلها قدامكم وتشوفوا طريقه التشكيل كيفاه. ما تعجنوهاش بزاف، غير طموها برك. هاكا نقو كامل، خلوها تعجينا من ولا منها كلش يندار. ها شوفوا باليد الاخرى كي تكوروا هكا كره ما راحش تلصق لكم. هنايا خلاص بزاف ما نزيدهاش. دوك نجيب الصينيه تاعي تاع الفرن اللي ندخلها للفرن. راني دايرت لها ورق الطهي، نشكل كرات صغيره حوالي 20 غرام، تبغوا توزنهم ولا عندكم ميزانكم كما الحبه تاع الجوز. ها هي ما تنساوش ان الكاطو تاعنا فيه الخميره. هكا حبه يكونوا متساويين باه تجيكم كامل حبات كيف تبغوا توزنوهم او وزنوهم. انا نشكل العجينه تاعي كامل نفس الكرات، نفس الوزن، كرات بنفس الوزن ولا نفس الحجم، ونجو نشكلوهم بالطابع الاسطوري تاع جدودنا تاع امهاتنا، طابع قديم. هنا مزيان انتبهت باللي راني مانيش نصور، انا نحسب راني نصور. هنا الطابع تاعنا شوفوا يجي تاع المروحه، غطسوه في الفارينه وعبزوه على على الكرات تاعنا في السنيوه. يعني ماشي ديريها في الطابله مع ترفديها بيدك تخسر، لا لازم تطبعيها وهي في السنيوه هكا غير بالعقل، لانه فيه هذوك لي موتيف راح يلصقوا لكم على ذيك. غطسوهم في الفارينه وشكلوا الحلوى تاعكم وندخلوهم قلت لكم للفرن يطيب على 180 درجه. شعلوا لهم غير من التحت ما تشعلوش من الفوق حتى يطيبونا، ونخرجوهم ونلصقوهم بالمعجون ونزينوهم تزيين اختياري بنوات كوكو ولا ديروا لهم لاجولي هنايا كما الصابلي عادي. هنا نطبع كامل العجينه تاعنا وبعدوهم شويه على بعضهم لانهم فيهم الخماره راح ينتفخوا شويه في الفرن. ها كما راكم تشوفوا هنا نجبد شويه. كي تولوا تطبعوا يبان لكم المساحه، ما تخلوهمش متلاصقين. برك الطابع ديروه في الفارينه باه يدير لكم الشكل شباب وما يلصق لكمش العجينه تاعكم في الطابع. ها نكمل كامل وندخلهم للفرن يطيبوا ونشوفوهم في صحن التقديم. هاي الحلوى تاعنا بعد ما طابت دات اللون، يبقى اللون تاعها ابيض كما راكم تشوفوا هنايا. انا كنت لصقتها بالمعجون وفوتها هكا في نواة كوكو ولا تفوتوها في الكاوكاو ولا تخلوها سامبل. هنا التزيين من فوق درت شويه معجون ملون احمر ودرت هذو نقيطات تجي حلوه ما شاء الله. دوك نقسم لكم حبه تجي طريه تذوب في الفم تجي رائعه. نتمنى كامل تجربوا الوصفه، راهي وصفه اقتصاديه وتقطع كميه كبيره. نقول لكم في الاخير اذا عجبكم الفيديو تاع اليوم ما عليكم غير ديروا لي جيم وتخلوا لي تعليق وتبارطاجيو الفيديو مع احبابكم واصحابكم باش تعم الفائده. وفي الاخير نقول لكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، الى اللقاء.